شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا متزايدًا للبطالة، فقد أشارت الإحصائيات حسب الديوان الوطني سنة 2017 إلى نسبة 12.3% مقابل 10.2% في سبتمبر 2016. هذه الظاهرة أصبحت تورق الشاب الجزائري الذي يشتكي تدهور أوضاعه وضياع مستقبله وسط التغيرات الاقتصادية والقوانين الاستنزافية في ظل ما يدعى بقانون المالية وغلاء المعيشة وغياب فرص العمل. غياب العدالة الاجتماعية أدخلت شبابنا اليوم في دوامة لا متناهية من الصراعات النفسية والطموحات المحطمة، وولدت لديهم تفكيرا سلبيا ونظرة تشاؤمية وسط ما هو معاش. ونجد أن أغلبهم خريجي الجامعات وحاملي الشهادات، لتتحول حياتهم ومهنتهم الوحيدة والدائمة هي الجلوس في المقاهي والشوارع، وكل ملامح المعاناة والشعور بالتهميش مرسومة على وجوههم. كيف لا وقد أصبح المنصب والعمل اليوم بالرشوة والمعرفة، وبهذا نجد الرجل الغير المناسب يشغل أرقى المناصب وأعلاها. وتعتبر سياسة الدولة في تسييرها لمؤسساتها فاشلة، خاصة مع فكرة لونساج التي تعطي الملايين والملايير للشباب وبعدها تصبح العملية في الحسابات ربوية، فيجدون أنفسهم في صراعات وديون كبيرة لينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف في السجن. في حين أنه كان من الجدير على الدولة استغلال هذه المبالغ الطائلة في بناء مصانع في مختلف الولايات وخلق مناصب شغل للشباب، وهكذا تصبح الوضعية أكثر تناسباً. كما نرى أيضا أن مبالغ كبيرة تستثمر في بناء السجون، هذا ما يدل على تخلف ذهنية المسؤولين وسوء التسيير، في حين أنه كان يستوجب عليهم بناء مراكز للبحث العلمي وللإنتاج الفكري والاستثمار في الأدمغة العلمية والفكرية. لكن المعادلة في الجزائر غير متوازية وليست متكاملة الأطراف، ليلجأ في نهاية المطاف هؤلاء الشباب إلى الهجرة الغير الشرعية، وهناك من وجد نفسه ضائعا في دوامة لا أخلاق والسرقة والمخدرات واتباع الطرقات الملتوية لتلبية أبسط حاجياتهم. في ظل كل هذا يبقى الشاب الجزائري ينتظر التفاتة السلطات إليهم وتوفير مناصب لهم والاهتمام بطموحاتهم ومشاريعهم، كون أن الوضع لا يسر.